قبل ما نبدا خلينا نكون صادقين مع بعضنا. أنا بن سعد مهدي وهذه دردشة صادقة، كلام بلا تصنع وبلا أقنعة. تغلط غلطة واحدة في الخدمة تبقى تجلد روحك سمانة، تاخذ قرار وتندم عليه وتبقى عايش بسيناريو كان غير درت هكذا، تفشل في علاقة وتحكم على روحك بالفشل الأبدي. على بالك بلي عدم مسامحة النفس ماشي دليل على أنك إنسان واعي وضميرك حي، على بالك بلي هذا فخ يخليك تعاود نفس الخلطات الأخرين. كمل معايا هذه الدردشة وراح نفهموا مع بعضنا علاه حبسنا رواحنا في سجن جلد الذات، والأهم راح نعطيك مفاتيح اللي تفتح لك الباب وتخليك تتصالح مع أغلى إنسان اللي هو انت. داخل كل واحد فينا كاين قاضي، المشكل ماهوش في وجود القاضي، المشكل انه احنا عطينا له سلطه مطلقه حولناه لديكتاتور. بالك باللي هذا القاضي الداخلي عنده مهمه واحده، هو يحافظ على الصوره المثاليه عليك. اي غلطه تديرها يشوفها تهديد لهذيك الصوره فيصدر حكما فوريا وقاسي، انت فاشل، انت غبي، انت انسان ماشي مليح، وهذا الحكم يجي معه عقوبه طويله الامد والتي تدعى بالسجن الانفرادي داخل راسك. تبدا تعاود المشهد 1000 خطره وتسمع صوت لوم النفس دون توقف. علاش نديروا هكذا؟ هذا راجع لسببين رئيسيين. السبب الاول وهم السيطره، نعتقد اننا اذا جلدنا رواحنا بقوه رانا نسيطروا على الوضع ونضمنوا اننا ما راناش راح نزيدوا نغلطوا، بصح يبقى هذا وهم. على بالك باللي جلد الذات يستنزف لك طاقتك العقليه ويخليك اضعف في مواجهه التحديات القادمه. السبب الثاني التربيه والمجتمع. تربينا انه الاعتراف بالخطا لازم يكون مقرون بعقاب شديد للنفس، لازم تندم مليح باش تتعلم، ولينا نخلطوا بين المسؤوليه وتعذيب النفس. لازم تفهم وتعرف باللي هذا القاضي راه يخدم ضدك ماشي يخدم معاك، هو اللي يخليك تعيش في الماضي، والماضي ما كان ميت ما راح تقدر تغير فيه والو. هنا وانا نحكي يجي واحد يقول لي مهدي خلاص نغلطوا ما نحسبوش رواحنا. لا كاين فرق، وفرق جوهري، كاين فرق كبير ما بين مدرب رياضي وقاضي في المحكمة.